أهلا بكم. استكمالا لسلسلة حلقات العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الأورام. الأول أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك لبلدنا وأهلينا وحبايبنا كلنا. كل سنة وانتم طيبين بسبب انتصارات أكتوبر. ربنا أكرمنا ومن علينا بفضله سنة 73 بالانتصار على الأعداء واسترداد قطعة غالية من أرضنا العزيزة. شهر أكتوبر على مستوى العالم هو عبارة عن شهر التوعية لمرضى السرطان الأورام، بالذات الأورام الثدي. طبعا كان لنا حلقات قبل كده في توعية الكشف المبكر لأورام الثدي. أنا هنا بس عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدا، إن جزء مهم من علاج سرطان الثدي هو العلاج الهرموني عند السيدات اللي الخلايا عندهم فيها إيجابية لمستقبلات الهرمونات. العلاج الهرموني ده هو عبارة عن حبوب السيدة بتاخدها لمقاومة الخلايا السرطانية وعدم نشوئها من جديد. في أنواع كتير للعلاج الهرموني، اللي يهمني إن أساس أو أول نوع فيهم كان اللي هو التاموكسفين أو النولفادكس أو التاموفين، أيا كان المسميات التجارية بتاعته. هو بيتاخد 20 ملغ أو حبيتين يوميا، والسيدة بتفضل مستمرة عليه. لو نسيته في يوم ما ينفعش تاني يوم أخد الجرعة مع الجرعة بتاعت اليوم التاني. نسيناها النهاردة خلاص مش هناخدها تاني، هنكمل عادي، ما فيش اي مشكله خالص. النقطه المهمه اللي انا عايز اقولها ان في بعض السيدات، وهي نسبه قليله جدا جدا جدا، العلاج الهرموني ده قد يتسبب في حدوث نزيف مهبلي، نزول بعض الدم عند السيدات، خاصه اذا كانوا فوق سن ال 45 سنه. في هذه الحاله يجب على السيده استشاره الطبيب المعالج لها، استشاره طبيب النساء، وعمل اشعه تلفزيونيه مهبليه لتقييم سمك جدار الرحم. هي اعراض ما نستخفش بيها وما نهولهاش، ولكن يجب ان تكون في الحسبان واحنا بناخد التاموكسفين او النولفادكس او ايا كان المسمى التجاري بتاعه. شاف الله الجميع واعز الله بلدنا، وربنا يكلل خطه النجاح للجميع بالشفاء التام ان شاء الله.